الدنيا ما تستحقش. العمر بتاعنا لحظة. يعني احنا اللي فات امبارح او الشهر اللي فات او ال10 سنين اللي فاتوا ده اصبح ماضي. بكره مش بتاعنا، ما نعرفش عنه حاجة خالص ولا بعد بكره. انما اللي نملكه في الحياة اللحظة دي اللي انا وانت بنتكلم فيها، ودي حاجة اللي بنملكها. ما عادش احسبها، الدنيا ما تستحقش. انا الحمد لله يعني بعد السنين دي كلها انا لم اندم على اي قرار اتخذته في حياتي خالص. انا ما بحبش الخصام. تخاصمش؟ لا انا ما بعرفش ازعل. افرض بس حضرتك زعلتني في حاجه 4-5 ايام هتلاقيني انا بكلمك اصلا مش مستحقاه. يعني دايما ده مبدئي، مفيش حاجه تستحق. احنا ممكن نبعد، بس ده معناها مش معناه ان احنا بعداء او ان انا مثلا اتكلم مع حد من وراك كلام مش كويس. بس كل حاجه بنعملها متحوشه لنا. افرض حضرتك حد جه قال لي ده فلان بيقول عليك كذا، بزعل منه. اقول له ما تقوليش. يعني خلاص. واذا عرفت ان فلان ساء، عمري في حياتي ما رديت اساءة حد. قوتك في اخلاقك. كل ما تبقى انت اكبر من اللي بيهاجمك انت اقوى. انما انت لو نزلت، مش اللي بيهاجمك ده انت ما بتحترموش، لو نزلت وابتديت تعمل اللي هو بيعمله انت بقيت ضعيف خلاص. الدكتور هاني يوميا على صفحته بيرد على متوسط يمكن 400-500 مريض، وهو بيرد عليهم بالدواء او بالنصيحه او بالعلاج. واحيانا يا دكتور ايام الاجازه ممكن تكشف على 1000 مريض مثلا على اصل يوم الاجازه بيبقى عندي فرصه اكتر، فبقى طول اليوم. وبعدين شيء ممتع جدا ان انت تبقى يعني اجازتي انا هعمل ايه في الاجازه؟ بعمل حاجه مفيده برضو. ما هو الاجازه دي انت لازم تستفيد منها. هي اجازه من الخروج، ان انا اسوق عربيه، ان انا اتعرض لارهاق، ما ده اللي بيبقى انت عايز تستريح بقى. طيب انا قاعد على الكرسي بتاعي في البيت وبعمل حاجه مفيده. ما بيجيش يوم كده يا دكتور تحس انك زهقان يعني عبء مثلا او لا خلاص، هذا شعور لا ينتبه. انا بس بفضل اجاوب لغايه لما اكون مش قادر خلاص يعني عايز انام. انا مش هسال حضرتك الفيزيتا بتاعتك كده، لكن انا هسالك، وان كان ان حتى الزملاء وكلنا عارفين انها يعني بالنسبه للارقام اللي في السوق يعني بسيطه جدا، لكن انا هسالك حضرتك من امتى ما زودتش؟ من زمان. يعني احنا سنه 23 يعني من 14 سنه يعني. 14 سنه؟ نفس الكشف بتاعي هو ما زادش خالص. وانا مصمم على انه يفضل هو زي ما هو، وان شاء الله مش هزوده. مش هتزود حتى الايام دي؟ لا خالص. انا عندي مبدا كده حضرتك، ابقى انا والمريض على المرض، مش انا والمرض على المريض. يعني اكيد حضرتك يعني زملاء حضرتك اللي يعني في نفس المستوى العمري او الاكاديمي زودوا مرات ومرات ومرات. يعني ليه في النموذج ده وفي النموذج ده؟ انا خليني اتكلم عن نفسي، ما اقدرش اتكلم على كل واحد لان كل واحد له ظروفه. بس انا الحمد لله طالما الواحد الحمد لله مستور يعني. طيب ازود ليه؟ يعني انا لو مضطر يعني الحمد لله. ليه ازود يعني؟ وبعدين الناس ظروفها صعبه. يعني طالما اقدر اعمل حاجه زي انا ما بساعد الناس وبكتب العلاج ببلاش على صفحتي، طيب ما انا برضو يعني اسهل على الناس وما اغليش عليهم. يعني انا راجل دكتور امراض جلديه، بقعد على مكتبي بستخدم ادواتي كده. انا ما عنديش مصنع فيه قطع غيار مثلا، فانا محتاج اشتري قطع غيار ومواد كيماويه وحاجات، فبالتالي انا بشتري، فبقول للمريض انا معلش انا عايز اغلي عشان انا ما عنديش كام. انا راسي مالي انا ومصروفاتي الكهرباء بتاعت المكان
والممرضين والسكرتاريه اللي عندي الحمد لله، والضرايب اللي بدفعها كل سنه بانتظام، هي دي. ليه ازود ليه؟ بس احنا ممكن من خلال لقائي بقول يعني يا ريت يعني زملائي في كل المهن الحره، يعني لو انت يعني الحمد لله راس مالك انت، ما بتعتمدش على اجهزه ولا معدات وكلام من ده، يعني تعالى نحن مع بعض كلنا وما نغليش على الناس، يعني لان العبء تقيل، فما بقاش انا كمان عبء، يعني انا ما احبش ان انا اكون عبء على الناس. مين اللي الدكتور هاني مدي اوردر كده عنده في العياده لما يجي او يجوا يدخل على طول، لا حجز ولا تاخير ولا يدفع ولا حاجه؟ يعني اصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا معفيين من الحجز والدور والفلوس الكشف. ده انا بسال حضرتك، يعني برضه متخيل انت هتقول لي اشخاص اصدقاء مثلا؟ لا ده بصفه عامه. تمام. نمره 2 الناس اللي فوق 70 سنه، رجال او سيدات يعني. بغض النظر عن المستوى المادي، ما هو ممكن تلاقي يدخل على طول فوق 70 سنه وراجل رجل اعمال، ما برضه ما هي مساله مبدا. انا مش بختار، فمبدا لا فوق ال70 ده انا يعني ما اخدش فلوس. وطبعا زوجات الشهداء وابنائهم اقل حاجه نديها لهم، يعني نعمل حاجه كويسه. فدول معاهم. وذوي الهمم كمان برضو يعني، ودي بتحصل يعني ساعات مثلا مريض يخش وبعد ما يشفى عني عندي يقول لي دكتور بعد اذنك انا يعني ظروفي صعبه ومش قادر ادفع الكشف، ما باخدش منه كشف. ما ينفعش يعني على طول. ف يعني ده من حاجه عايزه اخد فلوس، ولا يصح ان انا اخد فلوس. يعني لو حد طلب مني هيبقى عيب ان انا اخد منه فلوس.